السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى الناس اللي انا وعدتهم وهم عارفين نفسهم، نزلت لكم باللي انتوا حلفتوني وامنتوني، وناس كتير قوي قوي بتسالني انا بستخدم ايه لبشرتي. بشرتي نضره، بشرتي صافيه الحمد لله رب العالمين. النهارده جبت لكم الحل السحري. انا بقى يا جماعه بستخدم ايه؟ انا بستخدم الصابونه دي، انا مسميها الصابونه السحريه. دي صابونه انا فعلا 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 هي لازم تتسمى الصابونه السحريه. ليه لازم تتسمى الصابونه السحريه وليه انا سميتها بالاسم ده؟ هتشوفوا لما هرغي على ايدي او هغسل ايدي شكل ايدي هيبقى عامل ازاي. انا زعلانه من الفيديو ده لان ما كانش فيه حد ماسك لي التليفون، بس هي ايدي باينه طبعا في الفيديو الحمد لله. بس هي دي اقصى حاجه ممكن اصور بيها لان انا مثبته التليفون على الحوض. طيب الصابونه دي ايه نظامها وايه حكايتها؟ الصابونه دي يا جماعه صابونه انا بجيبها شحن من القاهره. طبعا انا مش هقول لكم على جمالها، انا هسيبكم تتفرجوا وتحكموا بنفسكم. الصابونه دي بتخلي الجلد زي جلد البيبي كده. اقسم بالله صابونه ملهاش حل، ومن اقل رغوه كده فظيعه فظيعه وجباره. انا ولا بستخدم غسول ولا بستخدم تركيبات ولا بستخدم مقشر ولا كريمات تفتيح ولا سكراب ولا اي حاجه من الحاجات دي، لان انا بشرتي من طبيعتها، يعني بشرتي طبيعتها اصلا حساسه جدا. وانا عشان البشره الحساسه دي ما تستحملش ان هي تبقى فار تجارب واي حاجه جديده اجربها واي منتج واي حاجه. لا، مش معنى ان انا كوافيره ان انا بحب اجرب، لا، انا مش اي حاجه بتيجي معايا ومش اي حاجه بتعجبني ومش اي حاجه بتظبط معايا زي ما انتم شايفين كده. لكن الصابونه دي بجد بجد الصابونه دي وهم. الصابونه دي انا ما اقدرش استغنى عنها نهائي. انا قاعده بدعك لكم في ايدي عشان ما حدش يقول انت دهنه حاجه. شايفين الجمال؟ هتشوفوا ايدي دلوقتي عامله ازاي وانا ايدي تحت الميه. انا هحاول الف التليفون شويه، انا خايفه التليفون يقع في الميه اصلا. طبعا انا هرغي على جزء من ايدي كده، هي من اقل رغوه ما شاء الله. هحاول ارغي كده وتشوفوا، وهعمل مساج لايدي يعني لمده دقيقتين او دقيقه. شايفين الجزء اللي انا هدهنه؟ ركزوا بقى، ركزوا بقى. الجزء اللي انا هدهنه ده، بصوا هحاول اعمل مساج كده لمده دقيقتين في الجزء اللي انا دهنته او هرغي عليه. طبعا بجد يعني انا هسيبكم تحكموا. بجد النتيجه مذهله، النتيجه جباره. وانا عشان الناس اللي حلفتني وامنتني، وبالله عليكي تقولي انت بتستخدمي ايه. شايفين اللمعان؟ انا اصلا ايدي بتلمع زي المرايه. لو تركزوا في الجزء اللي انا عملته زي المساج كده بالصابونه، ركزوا فيه عن باقي كف ايدي التانية. ركزوا في الجزء ده كده، اقسم بالله تشوفوا وشكوا فيها. يعني ايدي بتلمع زي المرايه. طبعا محدش يقول انت دهنه حاجه، لان حتى لو دهنه حاجه، لان في ناس كده يعني ربنا يهديهم. حتى لو دهنه حاجه، الرغاوي والرغوه مش هتخلي حاجه ثابته في ايدي. اهو الشكل قدامكم، قاعده كوب ميه وقاعده ادلك في ايدي وقاعده ادعك في ايدي. ايدي اصلا بتزفلط، يعني شايفين الاحساس اصلا بتزيق كده. الصابونه دي حلوه قوي يا بنات، انصحكم كلكم تجربوها. انا بجيبها شحن من القاهره، في مندوبه بتجيبها لي، بس عبال ما تيجي بتقعد، ممكن اقعد شهر كده عبال ما اطلبها او اسبوعين او على حسب ما تبقى متوفره او لا. حلوه جدا جدا جدا، انصحكم كلكم تجربوها. هي الميزه بتاعتها ان هي ما بتاذيش البشره، ان هي بتحافظ على نضاره البشره، ان هي بتخلي البشره ناضره لدرجه ان بتنعم الجلد، بتخليه زي جلد البيبيهات كده، زي جلد الاطفال. بتطري قوي قوي، بتنعم، بترطب، بتفتح. هي صراحه انا مسميها الصابونه السحريه عشان كده. طبعا كلنا بعد غسيل المواعين وبعد معاناه المطبخ وبعد يوم طويل وبعد منظفات البوتاجاز والحاجات دي كلها بتاثر على، شايفين بالله عليكم؟ شايفين الفرق؟ اقسم بالله اقسم بالله يا جماعه انا ولا بصور بفلتر ولا بصور باي حاجه. انا كاميرا تليفوني منيله ب60 نيله. انا كل حاجه قدامكم على الطبيعه، وايدي غرقانه ميه وقاعده ادلك فيها. هي بتبقى بالشكل ده بالظبط كده، بس انا يعتبر هي كده بقالها عندي شهر بغسل بيها. هي نفس الحجم كده، بس بتبقى من جواها مليانه شويه لان انا طبعا بستخدمها. دي شكلها في النهايه، صورتها لكم كذا صوره. طبعا اللي عايزها يطلبها ما يترددش. حلوه قوي 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 عن تجربه. دي كانت نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لايك وشير عشان كله يستفاد. بحبكم كتير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير. اللي عايزها يا بنات تاني وتالت وعاشر ما يترددش. جميله قوي 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 لجميع انواع البشره. الناس اللي بتخاف بقى على بشرتها، هتوفر عليكي حاجات كتيره ومنتجات كتيره هتهدري فلوسك فيها. دي كانت نهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. مع السلامه.